هاي يو جايز، السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. المهم هنايا كاين واحد 90% of evals باقي في واحد اليومين ولا 3 ايام، يعني تقريبا بعد 17 ساعه باقي في 3 ايام. في هذا الفيديو هذا بغيت نهضر شويه على الايفالويشن رولز كما كتشوفوا هنايا. ولكن قبل ما نهضروا على الايفالويشن رولز، واحد quick look into the 3 most famous accounts, like most traded accounts, most bought accounts ديال ايباكس and any other platform. صراحه هاد ال 50k هو بحال نقولوا البرايم اكاونت اللي الناس الغالب كتشري، وبعض المرات كتجبر الناس كيتشريو هذا، بعض المرات كيتشريو هذا. المهم في هذا الفيديو هذا انا نهضر شويه في هذا وفي هذا وفي هذا، ونقول لكم علاش هذا هو اللي احسن، وهذا كيجي الثاني بالنسبه لي، وهذا كيجي الثالث اللي انا بعد الصراحه كنظن هذا the biggest scam in platform trading accounts هذا، وانا نوريكم علاش. المهم ال 25k هو صراحه مزيان بزاف، كيكون الغلب رخيص. فهاد الشركه هذه غالي، ولكن شركات اخرين كيكون رخيص، كيكون شويه رخيص، ما كتجبرش الاكتيفيشن في هاد البلاتفورم هذه ديال ايباكس. عندهم الاكتيفيشن في سو ملي كتشري هاد الاكونت ايفالويشن اكونت وكدوزو كخصك تخلص واحد 105 107 110 ديال الدولار ولا 120 على حسب الاكونت سايز. عاد تقدر تدوز الفاندد ستيج. اوكي، اذا ما خلصتيهاش يعني ما كدوزش شي. اوكي، سو هاد الاكونت هذا الحاجات اللي فيهم مزيان هو انه صغير، بروفيت تارجت صغير بزاف صراحه. تريننج ثريشولد معليش 1500 راه مزيانه. في هذا الاكونت هذا انا ننصح اما تريدي الاي اس او المايكروز، وانا اللي انصحكم فيه 2-3 contract in micros. That's it. Do not go over trading like 2 ES or INQs, 2 contract in INQ or ES. راه غيمشي يتحرك الماركت غا شويه ضدك وغيخرج داك الشيء كامل، يعني ترتق الاكونت. اوكي، تريلين ديلي درا داون ما كاينش. ديلي درا داون كيعني بان الا كان يس غيكون مثلا حط 50% من هذا الاكونت هذا مع تريلين ثريشولد، اللي الا وصل للاكونت مثلا دخلتي في واحد تريد خسرتي مثلا 50% من التريلين ثريشولد، يعني 1500 نقول واحد 750 دولار، الاكونت ديالي غيتشد في ديك النهار، وحتى على غدا ديالها غيتفتح باش تقدر تريدي عاود. كيكون كيحميك صراحه مزيان. انا كان كيعجبني يعني كيعجبني الاكونت اللي كيكون فيه هاد الفيتشر هذه. خصها ما يكونش مثلا اقل من 50%، حيت اذا كان اقل من 50% بعض المرات تقدر تخسر 2 trades consecutively like in a row، وصدق تينا عندك محمس مثلا تكمل وعارف شنو كتعمل وحاسب بالماركت كيفاش كيتمشى وما تقدرش تريدي، راه شويه كتجي دوماج، فهمتي؟ المهم في هذا الاكونت قلت لكم مزيان. نفس الشيء بالنسبه لهذا الاكونت هذا كيدوبلا، نتوما كتشوفوا ما كيدوبلاش هنا في 100% في تريدينغ ثريشولد. صراحه الا كان كيطلع 3000 هنا غتكون واعره بزاف. عندك تارجت ديال 3000 ديال الدولار، والثريشولد يكون ديك الساعه 3000، ولكن هما عاملينها 2500 which is still fine acceptable, but I mean it's okay, it's not the worst. What is really bad هو هذا الاكونت هذا الاكونت هذا مشينا كتشوفوا يعني زايد واحد 40 دولار على الاكونت اللي قبل، واحد 60 دولار على الاكونت اللي قبل كاع هذا ديال الصغير. ولكن إلا شفتوا في التفاصيل هنا تقدر تريدي 4 ديال الكونتراكت which is perfect. هنا 10 you do not need 10 you do not need 10 contract. 4 هنا تريدي الماكسيموم ديال 4 في الاي اس ولا 4 مثلا في الان كيو، راه كتبلوي الاكونت غير في واحد تريد ولا جوج. راه you have to fucking be extremely careful. هنا عاملين لك 14 which is still a lot given the trading threshold that you have. ثم كتشوفوا هنا عندك غير 3000، يعني زادوا لك غير 500 ديال الدولار ديال الراحه ديال الاتساع بحال نقولوا في ديك الاكونت، اللي تقدر مثلا تخسر شي تريد وتمشي against you by this amount مثلا 3000 ولا هذا، ويعني ما ترتقش ديك الاكونت. هنا مزيرين عليك بزاف على ديك الشيء. انا قلت لكم في الاول
بزاف ديال الناس البورسونتاج ديال الناس اللي ما كيدوزوش هاد الاكونت هذا راه يكون ماشي عادي، غيكون 1.2 ما غيكونش اكثر من 5 من 5 ديال 5%. فهمتوا؟ فهذا تقدر تجبر 30% 20% يعني 20% 25 15%، ولكن في هذا انا متاكد غيكون غير واحد 1% 2 3 or even like 0.5%. حيت صعيب بزاف ان يكون عندك التارجت ديال 6000 و ثريشولد النص ديالو. يعني انا كنقول لك كنعطيك مثلا 3000 ديال الدولار، كنقول لك تريبليها كيفاش ولا دوبلا. شوف عندك 3000 اوكي، يعني كنقول لك دوبلا، يعني غتدوبل لي ديك الاكونت، والدوبلاج ديال الاكونت في تريدين راه صعيب. راه نعطيك 3000 ونقول لك دوبلا لي مثلا في السيمانه ولا شهر، راه ميشن امبوسيبل. فهمتوا؟ راه صعيبه بزاف، حيتاش باش تدوبلي الاكونت خصك تكون عندك واحد استراتيجي اللي ما كتخسرش فيها انت بزاف اصلا، ديك 90% ولا. وما كايناش شي استراتيجي في العالم يكذب عليك شي واحد اللي يقول لك كتعطيك واحد وين لوس ريشيو ديال 80% 90%. most strategies كيعطيوك 50 60 70، بعض المرات غير 30، بعض المرات 40، وكيكونوا في ديك 40 كتكون فيهم البركه. ويعني حيت الربح في ديك في وان تريد كيكون كبير compared to the loss مثلا ريشيو. فهمتوا؟ مثلا دخلتي في ديك تريد في ديك الناس اللي مثلا عندهم استراتيجي اللي كيتبعوها ومربحاهم فيها 30% ولا 35، كتجبر مثلا يقدر يربح كيريسكي مثلا واحد باش مثلا $100 باش يربح $300، يعني كيمشي 3 على 1. اوكي او لا 4 على 1، يعني خصو يخسر 4 المرات ويربح واحد المره يكون بريك ايفن. سو هاد الوين ريت ريشيو ولا وين لوس ريشيو كيكون واخا هو طايح مثلا 30 35، ولكن حيت انت عندك الوين ريت مزيان بزاف، عندك الربح على التريد. مثلا انا قلت لكم في ديك البرسنتج كيكون عندك مثلا عندك 4 على 1 ولا 5 على 1، كاين الناس اللي عندهم 6 على 1. فهمتوا؟ يعني في تريد وحده غيدي 6 المرات، يعني 6 اكس ديال تريد سايز. هذيك الشيء الاماونت اللي هو كي ريسكي. اوكي على ديك الشيء انا هذا الاكونت كيبان لي انا خربيقه، ما جربته واحد المره ما جابش الله فيه، وما عادش عاد نجربه صراحه. اوكي ندوزو دابا نهضروا على training threshold. one moment. So training threshold فيه جوج الحاجات. اوكي فيه اللي هو نورمال، اللي مثلا ربحتي 500 ديال الدولار كما كيشرحوا هنا. المهم نقرا لكم هادشي هذا. starting balance, your account starts with an initial balance and each plan has a specified maximum number of contracts you can trade. بحال اللي هضرنا فيه هنايا maximum number of contracts for 10 14. okay no daily max drawdown. هذا شرحناه في هاد لابارتي الاولى ديال الفيديو. بحال اللي قلنا ما كيتبعكش، يعني اذا خليتي شي تريد مشى ضدك ولا كان عندك شي نهار خايب اللي خسرتي فيه 7 ولا 10 ديال تريد مورا بعضياتهم، صافي غتطرطق ديك الاكونت، ما يكونش عندك ديك سيكوريتي درا داون ولا ليميت اللي مثلا غتوصل له الاكونت ديالك غيتبلوكا حتى على غدا ديالها. max loss drawdown, each plan has a varying max drawdown, varying max loss drawdown. For example, a 50k account starts at $47,500, which is $2,500 below the initial 50k balance. اوكي هذا نورمال، هادو كتعرفوا هاد القضيه هذه. يعني اي اكاونت كيكون فيه مثلا كيكون فيه واحد الحد ديال ماكس درا داون، يعني كيكون فيه واحد الحد ديال الخساره. هو اصلا هو ديك الاكاونت سايز هو اللي عندك، هو الاكاونت سايز الحقيقي اللي عندك. اما هاد 50 كي هذه يعني باش تينا تشوفها يعني فور فيجوالز. فهمت؟ يعني باش كتشوفها كتعجبك كتقول انا عندي 50 كي اكاونت
كتجبر ديك اليوتيوبرز كيقول لك I manage 5 million in prop trading accounts. راه الا حسبتي ديك الاكونت ديك القيمه ديال الاكونت بصح اللي هو كيتريدي راه ما تجبرش حتى $20,000 فهمتوا. ولكن حيت هما شركات كيبقاو يتفاخروا اذا عندك 100 اكونت 100k اكونت عندك 250 اكونت. كاين شركات اللي كيقول لك نقدروا نعطيو وقتها half a million trading balance ولا trading account وهو يتخربق صراحه. حيت في الاصل انت كتريدي ديك الماكس دراداون هو الاكونت اللي عندك انت. بحال مثلا انا عطيتك مثلا 50k اكونت وقلت لك شوف الا خسرتي فيه 2500 ندير لك الاكونت. انا كنعطيك الحق غتريدي وكل مره ربحتي فيه ربحتي غنتريني لك ديك المينيمم ديك ماكسيمم لاس دراداون. اوكي يعني انا نشرح هذه القضيه دابا شويه ولكن غير باش تفهموا هذه القضيه ديال 50k فيه مثلا 2500. انا فكرت دابا في واحد ليكزومبل مثلا ملي كتكون في المغرب وكتدي فيزا لفرنسا مثلا كيعطيوك فيها 3 شهور فيزا فيها 3 شهور. ولكن باش تجلس في فرنسا الحق شحال من يعني الحق اللي عندك تجلس فيه في فرنسا او لا في اسبانيا كيكون مثلا غا 30 يوم او لا 15 يوم ولا 20 يوم او لا مثلا شهر ونص من ديك 3 شهور. يعني ما عندكش الحق تجلس في فرنسا 3 شهور حيت عندك فيزا ديال 3 شهور. كيقول لك تما كتجبر مكتوب كيقول لك في هذه الفيزا هذه عندك الحق تجلس في هذا البلاد هذا اللي مشيلو مثلا 20 يوم او لا شهر كيكتبوها تما. اوكي ولا 15 يوم ولا 10 ايام او لا مثلا فيزا ديال عام ما عندكش الحق تجلس في ديك بلاد عام. عندك الحق فيها تجلس الماكسيمو ديال مثلا 6 شهور. اوكي هي باش تفهموا يعني هما كيقولوا لك عندك عام يعني في ديك العام كامل عندك الحق مثلا مثلا في العام من 1 في شهر 1 حتى الاخر ديال شهر 12 في واحد العام مثلا 2024 عندك الحق تسافر في اي نهار بغيتي في ديك العام. ولكن في التوتال ما خصكش تجلس مثلا 6 شهور اوكي او لا 3 شهور على حسب النوع ديال الفيزا اللي خديتي. نفس الشيء هنا يعني عندك الاكونت ديال 50k ولكن انت ما عندكش الحق مثلا تجلس في شي تريد اللي تخسر فيها 10000 او لا 30000 لا اتس امبوسيبل. سو ما كيتيواك ديك كي بروغراميو السيستم عندك الحق غير في 2500 هو الاكونت اصلا اللي كتشري انت هو هذا غير باش يكذبوا علينا يسكاميونا بصراحه باش نبقاو نشريو ديك الاكونت. حيت اذا شفنا الواقع ديال الاكونت راه انت كتشري غير 2500 ديال الفاليو اللي تقدر تريدي فيها اللي تقدر تخسر ويطرطق ديك الاكونت. الا ما خسرتيهاش وكنتي كتربح احنا ماشي النقطه يعني الثانيه اللي هي كيكون فيها ديك تريلين درا داون. اوكي يعني مثلا هما كيشرحوا هنايا كيقول لك trailing drawdown example. To better understand how the trailing threshold works, let's go through a practical example. Starting balance انت شريتي الاكونت ديال 50k اوكي. allowed drawdown ركزوا معايا في هذه مزيان 2500. من هذا الاكونت هذا عندك الحق فيه تخسر 2500. شتي انت ملي كتشري مثلا هذا الاكونت 50k اللي هو هذا شتي انت ملي كتشري هذا 50k اكاونت انت صراحه كتشري 2500 ديال الاكاونت القيمه ديالو 2500 كتشريها ب 1167 بلس 100 ديال الاورو و5 ديال الدولار يعني 105 ديال الدولار ديال اكتيفيشن فيه الا دوزتيها. اوكي يعني انت في التوتال كتشري الاكاونت قول ب 270 $272 272 بس تريدي 2500. اوكي كتشري سمعوا معايا مزيان كتخلص 2700 كتخلص $272 باش تريدي هذا الاكاونت هذا في يعني باش كتوصلون فاندد ستيج يعني في الايفال كتخلص 167 بلس 105 ديال الدولار في ترادوبيت كتخلص 105 ديال الدولار. اوكي هاد ترادوبيت هادي اوكي هادي
انا كنستخدم هذه حيت تقدروا تكونوا عندكم كتعملوا هذا السيستم ديال الريثميك، عمره ما جربته، ما عنديش الاكونت اصلا فيه. فهمتوا؟ يعني كتخلصوا واحد المونطون ديال $272 في التوتال باش توصلوا لديك الفاندد ستيج، باش تريدي غا 2500 ماشي 50,000 غا 2500 ديال الدولار. اوكي هذه مهمه تفهموها بزاف، لانه الناس كيسحب لهم بان ملي كيشري هذا ال 50k اكونت راك عندك الحق انتينا تريدي باباها كامله وتخسرها كامله، وديك الساعه تحسب عليك بانك ترتاسي الاكونت. ولا سيدي allowed drawdown هو 2500 meaning your threshold begins at $47,500. ونزيدكم واحد حاجه هما يشرحوها هنا. first trade كيقول لك في اول تريد اللي انت عملتي you make $500 ربحتي 500 ديال الدولار and you close the trade وشديتي وصل عملتي ديك take profit، داز فيه الكاندل ضرباتو، خرجتي من التريد ب 500 ديال الدولار د الربح. اوكي now your balance is 50k $500 انت ربحتي 500 ديال الدولار. اوكي and your threshold will update automatically and live to 48,000. so ما بقاتش دابا عندك $47,500 دابا عندك $48,000. واش فهمتوا؟ يعني انت في الوقيته لايف ملي كتكون كتريدي التريلين ديال الدرا داون ديالك كيبقى يتريلك، كيبقى يتبعك ربحتي كيتبعك، خسرتي ما كيتبعكش. هذه مهمه بزاف الخوت، فهموني وسمعوا مزيان. ملي كتربح واخا تربح $5 كيتبعك، ملي كتخسر $500 ما كيرجعش للوري، كيبقى غير يتبعك. نهار اللي كتخسر كيبقى يتبعك، كيجمعوا عليك الخسارات بزاف حتى كتوصل للباتم القاع ديال الاكونت ديالك هو اللي هو 2500. ملي كتوصل ليلو مثلا عملتي 10 ديال التريد، وحده خسرتي فيها 700، وحده 2000، وحده 250، وحده $75 وجمعتي كلشي ساوات 2500. الاكونت ديالك كيتشد، ما كيبقاش يرجع الاكونت ديالك يرجع للوري حتى لهذا الحد هذا اللي عندك. اوكي هما كيشرحوا هنا يعني second trade during the next trade your balance peaks. هنا خصكم تفهموا مزيان شنو كيقولوا هنا. your balance peaks at $50,500. واش هنا ماشي ربحتي هاد التريد هذا، اسمع هنا قال لك you close the trade at this winning trade. okay $500. هنا your balance peaks يعني كنتي في واحد تريد يعني open trade والربح ديالك في الاكاونت لايف كتشوف انت في الداشبورد طلعت 50,800 ولكن ما شديتيش التريد بقات مفتوحه ونزلت وبقات نازله حتى شديتيها على 50,100. يعني في الاول كان عندك 50,500 ودابا 50,100. يعني في عوض ما تشد دابا الربح ديال $300 زائد 500 هي 800 في التوتال، كان يكون عندك 2500. كتسمحوا لي على الارقام حيت انا كنبقى نتخربق. 50,800 دابا رجع عندك حيت ما شديتيش شي تريد اللي كنتي في الربح، شديتيها ملي كنتي في الخساره. 50,100 ديال الدولار. يعني تنيتي ديك تريد ترجع تطلع عاود وما رجعتش، بقات هاوده حتى ضربت لك ديك ستوب لوس ديالك وخرجتك من التريد. اوكي your threshold نتوما كتشوفوا غيتبعك ب 300 ديال الدولار. عرفتوا علاش هاد 300 ديال الدولار؟ حيت هنايا ربحتي تبعك ربحتي 500 ديال الدولار تبعاتك من 47,500 تبعاتك 48,000. ولكن هنا ما خرجتيش من ديك التريد، يعني التريد طلعت بيكت اب. يعني تقدر تكون هي بيكت مثلا طلعت من واحد
مثلا ماشي 300 ديال الدولار، ولكن تقدر تكون وصلت ل 700 ديال الدولار ولا 1000 ديال الدولار. الا وصلت ل 700 ولا 1000 راه هاد الثريشولد هادي غتتبعك، كتبعك في لايف كما كتكون تينا كتريد. يعني علاش هو مهم بزاف تعمل واحد تيك بروفيت اللي لوجيك واللي انت متاكد ان على الاقل التريد ديالك غتوصل له وخصها تضربه وتخرج. ماشي مثلا تخلي مثلا تريد مفتوحه وتخرج تعمل مثلا كلوز، يعني تشد تريد في واحد الوقيته اللي بغيتي انت وصافي. خلي تريد ديالك، اعمل له واحد تيك بروفيت اللي هو لوجيك، وخلي تريد ضربه باش ما كيتحسبش، ما كيبقاش، ما يكونش عندك unrealized profit. حيت هذا هو اللي كيسميو ديك unrealized profit، ديك 300 ديال الدولار اللي ربحتي وما ماشي ربحتي، يعني البرايس طلع فيها وما ديتيهاش، هي كيحسبوها unrealized profit، البروفيت اللي انت ما خديتيهش. اوكي، ما خديتيهش. هما كيشرحوها، كيزيدوا لك هاد 300 ديال الدولار كتطلع هنا، وحيت انت فوتي initial account balance اللي هو 50k، ان فوا تفوتوا ب 100 دولار كيتبلوك الحساب ديالك على ديك 100 دولار. هما كيشرحوها هنايا، كيقول لك but you only close the trade at 50k $100 your threshold will be كيتبعك. اوكي، behind the highest balance reach. behind the highest balance يعني اي بالانس حيت كنتي مثلا في واحد تريد وطلعت مثلا جات واحد سبايك، واحد مثلا شي نيوز ولا هذا، والكاندل طرطقت فوقي ونزلت في البلاصه في واحد ميلي سكند، فهمتوا؟ ديك الطرطقه يعني باش طرطقت فوقي، الا ما كانش عندك تيك بروفيت تما وتخرجك من التريد، هذيك الشيء كامل كيتحسب عليك. الا مثلا ديك الطلعه والهبطه اللي وقعت في يعني في الميلي سكند كانت 1500 ديال الدولار، راه كتحسب عليك. كانت 250 ديال الدولار وما ديتيهاش كتحسب عليك. يعني الدرا داون ديالك كيتبع ديك اللايف بالانس اللي عندك. الا ما ديتيش الفلوس اللي كانوا عندك في يدك وما ديتيهمش، بلاتفورمز الغالب ديالهم كيقول لك we don't care what you do with your unrealized profits to us. انت بالنسبه لينا ان كانت عندك لا شونس تشد التريد في هذا البالانس هذا وما شديتيهاش. اوكي، حيت ديك التريدين درا داون كيبقى يتابعك حتى كيخرج عليك في الاكونت في الاخر. ولكن هو كيوقف في الفاندد ستيج، اللي كتكون فاندد بعد الايفالويشن، كيوقف. هما كيشرحوها هنا، كيوقف 50000 في الاكزامبل ديال 50k اكونت، كيوقف 50100 ديال الدولار. اوكي، ما كيبقاش يتبعك. ولكن في الايفالويشن كيبقى يتبعك. اوكي، كيبقى يتبعك. يعني النهار اللي كتوصل، بحال دابا انا عندي واحد الاكونت معاهم فيه 2500 ديال البروفيت، يعني في الايبال، يعني باقي لي تقريبا 150 دولار ندوز هذا الايبال هذا. دابا الا عملنا مثلا كالكوليشن، الكالكوليتر كالكوليتر. اوكي، نوريكم شنو كنعني. عندي مثلا 2800، كنظن 2850 بلس 50k هي 52850 minus 2500. ها هو الماكسيمم لاست درا داون. اوكي، ماشي 47500. دابا انا الاكونت ديالي نزل هاد النقطه هذه اي تطرطق صافي مشى، فهمتوني؟ يعني ما يبقاش. هذا هو تريدين درا داون. ستاتيك ما كيتحركش، ستاتيك غيبقى في 47500. اوكي، 47500 هما كيشرحوا هنايا. المهم الخوت، هادشي هذا اللي بغيت نشرح لكم، حيت هاد السؤال هذا جاني من واحد الاخ في الكومونتير، وجبرت السؤال صراحه الكيسيون لوجيك بزاف، وحيت كيخربق بزاف ديال الناس كنتمنى نكون شرحت شويه. انا نقدر ندوز لكم حيت قبيلتي قلت لكم راه عملت شويه هادشي هذا اللي قلت دابا. تقدروا توقفوا الفيديو هنايا وتقراو هادشي هذا يعني بالزربه. مثلا
كتبت هنايا first trade win $500. عندك هالربح اللي عندك دابا. draw down اللي كيكون كيبقى يتبعك، حيت في الاول 50k. نعمل هنايا مثلا 70 no 47,500 47 come on 47,500,000. اوكي هنايا دابا غترجع 51,000 اللي هي with the buffer. I think with the 101 with the $100 buffer كيسميوها. اوكي عندك second trade خسرتي فيها 1000 ديال الدولار. trailing drawdown كيتبعك. اوكي وقيلا عملت الغلط هنايا. عندك 500 هذا كيرجع 48,000. خسرتي يا اوكي لا صحيح كنظن يا حيتاش انا كنظن واش خسر drawdown. اوكي خسرتي هذا هو هذا. اوكي هنا تخربقت انا شويه. خسرتي $1000 كيرجع عندك في الاكونت 49,500. التريلين درا داون ديالك كيبقى على 48,000. عاود خسرتي تريد ثانيه رجعت 48,500 يعني $500 to blow up the account. ربحتي fourth trade يعني ربحتي 500 ديال الدولار كترجع 500 بلس 48,500 49,000. حيت ربحتي trading drawdown كيتبعك ب 500. اوكي هنايا باقي عندنا نفس drawdown اللي هو ديال 500 ديال الدولار. يعني دخلتي في تريد وحده مشات ضدك 500 ديال الدولار. you are going to blow up the account. الاكونت ديالك باي باي. اوكي الاكونت ديالك غيمشي باي باي. fifth trade مثلا ربحتي فيها 1000 ديال الدولار كيرجع الاكونت ديالك على 50k وانت فرحان دابا رجعتي الاكونت ديالك 50k، ولكن خصك ترد البال بان الاكونت ديالك دابا عنده باقي 500 ديال الدولار. هنا غيوقف. الا ربحتي مثلا نقولوا ربحتي 1200 6 تريد. نمشيو مع هذا اخر اكزامبل ونشدوا الفيديو. اوكي نقولوا مثلا ربحتي 1350 ديال 1000 نقولوا 1500 نسهلوا الارقام. اوكي هذا ربحتيها في واحد تريد. دابا يكون عندك 51,500 $. و trailing drawdown هنايا غيوقف. اوكي غيوقف على سمحوا لي غيوقف على 51k. اوكي هنا يوقف على 51k ما يبقاش يتابعك. دابا هنا يرجع عندك 1400 ديال الدولار ديال trailing drawdown. فهمتوا؟ هنايا الى مثلا 7th trade was a loss. مثلا حنا نمشيو مع الاكزامبل هذا was a loss 200 or $500 مثلا. كنسهلوا الارقام. اوكي دابا هنا باش نكوبي هادشي هذا كامل ونعاودو هنا بالزربه. هنا غيرجع 51,000. هنا هذا يبقى هو ما غينزيدش ينزل. اوكي دابا عندك هنا 900 ديال الدولار. هنا غترجع 900 ديال الدولار to blow up the account. وانت حيت انت واعر غا 8 trade غتجي وين وانت نعم سيدي واعر غتربح فيها 2100 ديال الدولار. نقولوا مثلا شي حاجه بحال هيدا. نعاودوا هذه كوبي. اوكي كوبي كولينا غترجع هنايا 53,100 ديال الدولار. هذا يبقى في نفسه ما غيتحرك شيء. وهنايا عندك نعم سيدي 3000 ديال الدولار ديال
to blow up the account. Oh, congratulations on passing the EVA account. اوكي ديك الساعة كتخلص مثلا في هذا الاكزامبل ديال 50k account كتخلص $105 for the activation fee. اوكي إلا خلصتيها كدوز ل funded stage. ديك الساعة إذا you have to trade for 8 trading days, minimum trading days صراحة minimum trading days for the funded for the PA هما اللي كيسميوها performance account performance account اللي كيسميوها هما PA في Apex PA account. اوكي هما 8 days والمينيمم 8. اوكي minimum daily profit $50. اوكي يعني هو كيقول لك تربح غا $50 كل نهار في 8 ايام. you are eligible payout eligibility. اوكي payout نكتبو هنايا payout eligibility. اوكي payout eligibility هي هذا وعندك 30% هذه consistency rule consistency rule 30%. اوكي 30% consistency rule. هذه مهم بزاف باش تعرفوا. انا نقدر نشرح لكم دابا بزربه. مثلا في هذا الاكونت هذا اللي هو 50k اكونت ما تقدرش you are not allowed you cannot make more than 30% profit in one day of the whole profit. I think profit account profit. I think I will verify this in a second. يعني مثلا انت عندك في النهار الاولاني day 1 نعملو day 1 day 2 day 3 day 4 نمشيو على day 8 days لحقاش داكشي اللي عندنا في هذا الاكزامبل هذا day 6 and day 7 and last day is day 8. نحنا نقولوا كل نهار نعم سيدي كتربح فيه مثلا day 1 عملتي مثلا 150 يا day 2 عملتي فيه 250. اوكي ديك الساعه نعملوا الكالكولاتريس هنايا عملتي غا $50 في النهار هذا عملتي 650. اوكي هنايا عملتي مثلا 350. هنا سمحوا لي هنا عملتي مثلا عاود $50. مثلا كان عندك واحد النهار خايب خسرتي فيه بزاف. النهار اللي الساعه اللي طلعتي فيها $50 الربح وقفتي تريدين هنا نقولوا $100. وهنايا مثلا 175 150. خليو الارقام شويه سهله. اوكي الا جمعنا مثلا في الكالكولاتريس هنا شوف عندك 150 اوكي زائد 250 زائد 50 زائد 650 زائد 350 زائد 50 زائد 150
زائد 150 هي الاخرانيه. اوكي، هاد 1750 غنسجلوها هنا. اوكي، 1750. اوكي، دابا غنمشيو غنشوفو النهار اللي عالي كامل. اوكي، النهار اللي عالي كامل هو 650. اوكي، 650 غنضربوها غنقسموها على 0.3. اوكي، شوف دابا باش نكونوا eligible for a payout، حنا في التوتال عندنا 1750 في مش فهمتوا دابا انا باش نفكر كيفاش نشرح لكم هذه. شي هذا الاماونت هذا اللي طلع لنا 2165 هو اللي خصو يكون عندنا في التوتال هنا. يعني اذا مشيتي دابا عند ايباكس سبميتيتي واحد الباي اوت ريكويست، غيقولوا لك no we cannot pay you we cannot، لحقاش انت فايلايتي واحد الباي اوت رول اللي هو الكونسيستنسي رول ديال 30%. دابا انت شنو خصك تعمل؟ غتعمل 2000، قول 2167 كتبوها الكونسيستنسي رول، نعملو 2167 ديك الزيروس وديك الشيء نحسبوها حنايا هذا. انا نوريكم شني كنعني بهذا الشيء هذا. هو كيقول لك في واحد النهار واحد ما خصكش تربح اكثر من 30% ديال التوتال ديال الربح اللي عندك في التوتال اللي عندك كل شيء. مثلا في النهار الثامن كتعمل الكالكولاسيون ديالك، الا جمعتي ديك التوتال وعطالك مثلا 1700 بحال اللي عندنا هنايا 1750، وانت عندك واحد النهار كتشوف النهار اللي رابح فيه بزاف، كتوز ديك النهار بحال اللي عملنا. انا نعاود الكالكولاسيون باش تفهموا، هذا ماشي مشكل. 2164 دولار ماينس 1750. الا صارت تصير ريكويست ولا تيكيت من ايباكس كتسقسيهم مثلا، قالوا لك ما غنصردوا لك شي، ما رفضوا لك الباي اوت ريكويست، وانت صرتي لهم التيكيت قلت لهم علاش ريفيوزيتيو هذا الشيء هذا، انا راه عملت تريد وانت كتحس براسك راه خدمتي على ديك الشيء مزيان، و8 8 ايام ديال الخدمه والكونسنتراسيون وديك الشيء، وفي الاخر يقولوا لك لا ما نخلصوك شيء. هما ماشي غيديو لك فلوسك اوكي، ولكن غيقولوا لك انت خصك تكمل كتريدي لهذا الاكونت هذا حتى توصلوا 2164 دولار. يعني باقي ناقصك انت 414 ديال الدولار باش تكون eligible for payout. اوكي، هذا هو ديك الكونسيستنسي رول. الا ما فهمتوش في هذا الفيديو هذا حيت انا شرحته ما كانش عندي في بلان صراحه، انا شرحته دابا بهذه الطريقه هذه. الا ما عجبتكم شي ولا ما فهمتوش شي مزيان، غنعمل واحد فيديو اخر، قولوها لي وصافي في لي كومونتير، غنعمل واحد الفيديو اخر ديتايي كيفاش كتحسبها. الا كانت 40% كتعمل 0.4، الا كانت 60% كتعمل 0.6، الا كانت مثلا 30% 25% كتعمل 0.25، الا كانت 10% كتعمل 0.1. يعني فهمتوا هذا البورسونتاج هذا باش تحسبوه كتحيدوا كتعملوا غا 0 وديك الساعه كتعملوا ديك الرقم ديال 30 45 50% وزيدوا. اوكي، كل ما كان هذا الرقم هذا طايح، كل ما كان صعيب انك تحافظ على هذا الكونسيستنسي هذا، كل ما كان الرقم طالع، كل ما كان مثلا ولا البورسونتاج طالع، كل ما كان سهل انك تخرج الباي اوت. ما كاين شركات اللي عندهم 20%، كاين شركات اللي ايبن عندها 10% ولا 15%، اللي هي اتس almost impossible، لحقاش كل نهار كخصو تقريبا يكون بالضبط بحال النهار اللي فات. مثلا 150 250 ما كخصكش تخرج على هذا الرينج هذا ديال 150 250 ولا بين 200 و 300. دائما كل نهار خصك تكون كتربحي 200 و 300. اوكي، ولكن الا كان مثلا في 60% كيكون عندك واحد شويه ديال ليسباس انك تربح واحد النهار مثلا 100 دولار، واحد النهار اخر 500 ديال الدولار، وماشي مشكل. وفي هذه القضيه ديال 30% كما كتشوفوا، يعني الا عملنا مثلا حيدنا مثلا مثلا رجعنا لزيرو، حيدنا قولوا هاد
هذا عملنا مثلا 450 دولار. غنشوفوا الفرق ديال 450 قسموها على 0.3. هنا إلا كان عندنا أكبر نهار هو 450 دولار، هنا we are eligible for a payout. إن فوا غتسرد ريكويست ايباكس غتقول لهم انا خصني باي اوت، ابروفيوها وتقدر تخرج ديك الشيء كامل. لحقاش ولا الليميت اللي عنده ما عرفتش الليميت واش 1250 ولا هذا، حيت ماي فاندد فيوتشرز عندهم 1200. اوكي، يمكن حتى هادو عندهم الليميت ديال 1200 ديال الدولار. كما قلت لكم في الاول انا باقي ما عملتش شي باي اوت. انا عندي جوج ديال باي اوت كما كتشوفوا في الفيديوز اللي مطلعين في يوتيوب، جوج ديال باي اوت وجوج بهم من ماي فاندد فيوتشرز. وكنتمنى هذا الاكونت هذا اللي دابا تقريبا ندوزو في هذه السيمانه اللي جا باقي لي فيه 150 ديال الدولار، كنتمنى نخرج منه. المهم فهمتوا دابا الا كان عندك النهار 450 ديال الدولار اكبر نهار الربح، غاد وانت عندك في التوتال 1700، يعني ديجا انت دوزتي هاد، يعني ريسبكتيتي هاد الرول ديال كونسيستنسي. اوكي، الا كان شي نهار فيه 800 راه انت غتعمل الكالكولاسيون ديالك وغتفهم. هادشي هذا اللي كان كما قلت لكم الخوت. الا كان الفيديو سمحوا لي بعد على الفيديو انه طويل، ما بلانيتش انكلودي هذا البارت ديال كونسيستنسي رول، صراحه بغيت نهضر فيه في فيديو سيباري، ولكن ماشي مشكل انا عملته هنايا باش حيتاش اللهم هيدا ولا نجبر الوقت مثلا في شي نهار باش نعمل هذا الفيديو هذا. يمكن 2-3 سيمانات 4 سيمانات نقدر عاد نجبر الوقت نعمل فيديو بحال هيدا. المهم ها هو الفيديو، كنتمنى يكون فاتكم بزاف، كنتمنى يكون عجبكم. وإلا عندكم دي كومونتير خليوهم لي من تحت، انا كنجاوب على كل كومونتير وكيعجبني الفيدباك ديالكم الخوت. وقولوا لي اي حاجه بغيتوها، شي توبيك، شي حاجه ما فهمتوهاش. I'm gonna try my best to explain everything to you guys. I really appreciate the time that you spend on my channel. جزاكم وساعه سعيده. بسلامه.